من سنين كتير فاتت اتعينت معيد في الجامعة في الدنيا مصر، وزي أي شخص بيشتغل في الجامعة بدأت أهتم بنشر البحوث العلمية وحضور المؤتمرات، لغاية ما في يوم من الأيام جات لي دعوة لحضور مؤتمر خارج مصر عشان في بحث قدمته ونال إعجاب لجنة التحكيم. فرحت جدا وأخيرا الدنيا ضحكت، لكن للأسف الفرحة ما كملتش عشان رئيس القسم بتاعي رفض سفري، وكان سبب الرفض طبعا إزاي تكون معيد جديد وعامل أبحاث تتنشر في جامعات عالمية، ولكن كنت عارف إنه إنسان مريض ولو جات له الفرصة دي هيسافر على طول. المهم دخلنا في مفاوضات وشكاوي ولف ودوران لغايه ما في الاخر سيادته وافق ان اسافر لمده 3 ايام، في المقابل ان اسمه يتكتب على البحث اللي انا عامله بمجهود واتكلم في المؤتمر ان جيت نيابه عنه. المهم قلت له تمام علشان بس اخد الموافقه، وفعلا خدت الموافقه على 3 ايام سفر وسافرت الحمد لله، وحضرت اكتر من 30 مؤتمر ودرست ماجستير ودكتوراه واشتغلت في مشاريع بحثيه مع 3 جامعات عالميه وتعلمت 5 لغات واتكرمت من 3 دول، وفاتت سنه ورا سنه ورا سنه ورحت بلاد وبلاد، وكل ده بفضل الله، وال3 ايام لسه ما خلصوش، ونفسي انزل مصر عشان اطلع لسان الرئيس القسم اللي كان عاوز ياخد مجهودي ده.